اللي حصل اول امبارح حدث جلل لم يحدث في تاريخ الرياضه المصريه. وعشان كده انا حرصت يبقى فيه مؤتمر، لان القضيه مش قضيه مرتضى منصور، قضيه رئيس نادي رياضي كبير او صغير اتعرض لمحاوله قتل لانه قال راي مخالف لمجموعه ارهابيه. وده توجيه تحذير للدوله كلها، اذا لم دوله ما فاقتش من الغيبوبه اللي هي فيها القادم اسوأ. اختلف معاك في الراي، اختلف معاك في الراي، ارفع عليا قضيه. انما القتل بالرصاص عشان مختلف دي مصر الجديده، والكارثه انها مصر بعد السيسي. هذه الكارثه. رئيس جمهوريه منتخب انتخاب شرعي، ملايين المصريين نزلوا دول اصواتهم، داخلين على انتخابات برلمانيه وتجرى محاوله لاختيار رئيس نادي ايا كان اسمه امام بوابه النادي الساعه 3 الفجر. يعني لا كان في خناقه ولا كان في ماتش، ورئيس النادي كان قاعد علشان حاجتين: منشآت النادي الاعضاء، ومستني مدير العلاقات العامه يقول له ان في لاعب اسمه عبد الله السيسي وصل، كان مستنيه في المطار. فكان الجزاء ضرب رصاص. انا راجل قانوني. هذه المجموعه الارهابيه التي اقيمت النهارده دعوه بحظر نشاطها على مستوى الجمهوريه لانها مجموعه ارهابيه